مباراة الوداد ضد مولودية وجدة، وأيضا مباراة الفتح ضد الرجاء عن الأسبوع 22 من البطولة الاحترافية. كما تابعتم معنا الشوط الأول من قمة الوداد ومولودية وجدة، انتهت بتقدم الوداد، أو بالشوط الأول من هذه القمة بتقدم الوداد بهدف للصفر. الهدف الذي سجله عبد الله حمود الدقيقة 32. كما نتابع بعد مجموعة من الفرص سيشمامي فريق الوداد يتوج الفرص يعني المبادرة خلال هذا الشوط الأول بتقدم هدف دون رد. صحيح، لأنه منذ البداية فتنظر بأنه فريق الوداد البيضاوي كان يبحث على تسجيل الهدف، وكان ينوع من الهجمات، لانه فريق مولوديه وجده لا سيما وسط الميدان مع الدفاع ما كاينش هناك مساحات. وشنا حتى يعني فريق الوداد الرياضي استعمل سلاح اخر اللي هو التسديد. لانه لا تسديد من زهير وايضا من اللاعب ابو سفيان واللاعب مترجي، فهاشتي كانت دازت قريبه. اسماعيل المترجي في ضربه خطا دازت، يعني التسديده ديالو كانت هي هذه الكره هذه اللي دازت قريبه. نعم، ابو سفيان. هذه ديال سميتو ديال اسماعيل المترجي. ابو سفيان التسديده ديالو اللي رجعها بصعوبه اللاعب الحارس مفتاح. فتنظن بانه في 6 أو 7 يعني فرص جات الفرصه الجيده للفريق هنا. هذه هي الفرصه الاولى لفريق مولوديه وجده بعد توغل اللاعب قيبوع وتعطيها لباسين اللي تعرفوا باسين لاعب قناص بالامكان ديالو كان يخدع الحارس يعني مطيع. من بعد بدا فريق هنا غادي نشوفوا هذه الكره، هذه هي التسديده اللي سدد اللاعب ابو سفيان. نعم، وكان تالق مهدي مفتاح حارس مولوديه وجده. فتنظن بانه فريق الوداد الرياضي دائما يبحث عن الحلول، رغم ان فريق هنا التوغل كان جيد ديال اللاعب هشام مرشد، وكان بالامكان ديالو يسجل، لانه عرفنا بانه كان شويه مضايق من المدافع. هذاك الشيء باش ما كانش التركيز على المرمى اكثر. نعم مجيد الخال، شوط اول متحرك بين الفريقين، كان انتشار جيد دفاعيا بالنسبه لفريق مولوديه وجده، مع ذلك ان استقبل الهدف كانوا ايضا المرتدات خطيره بالنسبه لفريق مولوديه وجده، ولكن فريق الوداد بتدبيره باصراره خلال هذا الشوط تمكن من التقدم بهدف دون رد. كنشوفوا ايضا تالق حارس مرمى فريق مولوديه وجده مهدي مفتاح. شفنا التشكيله ديال الفريق وعرفنا بانه يعتمد على الشكل ديال 4-3-3. عرفنا غيكونوا هجمات وهجمات متنوعه. نعم. فلا شفنا في الشوط الاول كان تنويع من ناحيه الهجمات، لا في الاطراف ولا كنشوفوا انه على حيمود ولا كذلك بن سفيان لا كذلك مترجي ولا زهير ولا مترجي اسماعيل، فهما كيمشيو في الاطراف وكيخليو انه المساحه في العمق باش انه يستقبل الكره. كنعرفوا ان اللاعب جونيور كيمتاز في التمركز ديالو جيد داخل مستطيل العمليات، وبالمقابل فكتكون فريق يهاجم، فريق يصنع الهجمه، فريق يعتمد على الهجمه المنظمه. فاكيد انه السلاح اللي غيكون عند فريق الخصم هو المرتدات. فالمرتدات كيكونوا بالكرات المباشره، اللي شفنا كره اللي كانت خطيره. اللاعب باسين ما تعاملش معها بشكل جيد، لانه كون فتح الرجل ديالو كانت غتمشي للقائم الثاني، كانت غتكون صعيبه على الحارس مطيع، ولكن ما تعاملش معها بشكل جيد. فريق الوداد الرياضي يعرف كيفاش انه يحافظ على الايقاع ديال المباراه، لانه حنا كنعرفوا جبران هو اللي كيضبط الايقاع ديال وسط الميدان، فهو اللي كيرفعه وهو اللي كيهبط الريتم، وهذه كتسمى السيطره على جوله. فالسيطره ماشي هي الاستحواذ، دائما السيطره تحضر انك انت كتحكم في